وسهلا يا اخويا، احنا اتشرفنا بيك والله. انا اكتر والله، اهلا بيك يا طن. والنبي طنط طالعه من بوقك زي العسل، الله يمسيه بالخير. كان بيقول لي يا حماتي. تقصدي مين يا فندم؟ مش واخد بالي. لا يا اخويا ما تشغلش بالك، انت عندك شقه طبعا. ايوه يا طنط، عندي شقه في دمياط الجديده، 4 اوض وصاله و3 حمامات. ليه 3 حمامات كتير قوي. بس يا عبيطه انت ما تعرفيش الزنقه بتيجي امتى. ايوه يا مامي صح، عندك حق. معلش يا اخويا اسالك سؤال شخصوي شويه، هو انت ناوي تربي شنبك ولا حاجه؟ والله يا طنط هو مش ستايلي يعني، بس بتسالي ليه؟ اصل انا اعرف واحد شنبه يزل وجايب لنا الفقر. لا ما اعتقدش ان انا هربي شنبي في يوم من الايام. قول لي يا استاذ براهيم، ايه مفهومك عن المرأة؟ والله يا انسه سندس، يعني هي المراه هي الست. الله عليك يا ابني والله اجابه نموذجيه، عريس لقطه اقسم بالله. انا كنت اعرف واحد مفكر ان المرأة دي شكرت نشعرها. وناوي تجيب شبكة بكام يا براهيم؟ والله المبلغ اللي تحدديه يا انسه سندس مش هنختلف يعني. لا انا ما بحددش مبالغ، والدهب بيغلى كل يوم. انا عاوزه 50 جرام توت على كبوت. تحت امرك يا انسه سندس، اللي تؤمري بيه. ماشي يا اخوي، شوف بقى 50 جرام دول هيكلفوا كام وقت المبلغ وخلاص. جدع يا سندوسه، طالعه مدبره زي امك، هنعمل بهم شهادات في البنك. طيب مش حابين تعرفوا ظروف الماديه الاول؟ لا احنا اخر حاجه تهمنا الماديات. الله يكرمك يا طنط، فعلا الناس ولاد اصول زي ما كلمنا اتقال. بقى عن ظروفك الماديه كده. والله يا فندم انا بقبض 4000. ايه 4000 ايه يا اخويا؟ دول يعملوا ايه في الزمان ده؟ روح باللهم اشرب ميتهم. استني بس يا مامي، ما يمكن عنده توك توك وبيأجره ولا حاجه. لا لحظه يا مدام، انا اقصد 4000 ريال سعودي. يا برايم ده احنا بنشتري راجل، ما تشغلش بالك بالفلوس يا راجل. ده العشم برضو يا طنط، واتعشم يبقى الخطوبه والفرح الخميس اللي جاي ان شاء الله، عشان ظروف سفري وكده. مستعجل على ايه يا براهومي؟ مش لسه هناخد وندي مع بعض؟ صباح الخير يا حماتي. اهو مش انا بنحس صحة اهو، تيجي من وش الخير ابدا. يا حماتي احنا عندنا ضيوف ولا ايه؟ تف من بقك، ضيوف ايه؟ ده صاحب بيت، تعال سلم على براهيم. ازيك يا شيخ؟ منور يا باشا، عامل ايه؟ الحمد لله يا فندم، فرصه سعيده. مين ابراهيم ده بقى؟ ده خطيب مراتك ان شاء الله. اهلا وسهلا يا ابراهيم، اخبارك ايه؟ خطيب ايه؟ انتوا اتخبطتوا في قعر نفوقكم ولا ايه؟ صح، ده نسيت خالص، معلش يا ابراهيم، نسيت اني متجوزه. يعني انت جاي تخطب مراتي؟ مين اللي دلك عينها محترمه قبل ما تخرج مطروح؟ خلاص يا استاذ، صدقني حصل سوء تفاهم، انا ما كنتش اعرف. انطق بدل ما افلاك نصين. والله يا فندم الحاجه ام سندس قالت لي انا عندي ليك عروسه، بس هتتجوزوا بعد 4 شهور. دي شهور العيد ده لما تخلص ان شاء الله بعد ما تطلعها كده. لا يا مامي، انا بحب شوقي بس كنت ناسياه. انت حرة يا اختي، ده انت فقرية زي ابوكي، كان يجي للفقر ويبرك عليه. خليكي ماسكة في المنشار وسيبي فلوس الخليج. هو حضرتك يا استاذ ابراهيم شغال في الخليج؟ يا اخويا شغال في الخليج وبيقبض بالريال. طب ما تشوف لنا عقد عمل معاك كده يا برهومه قبل ما تطرد من هنا.